السلام عليكم. اعمل لايك وشير يا ابو الصحاب، وما تنساش تصلي على النبي في كومنت. ولو انت مش متابعنا ما تنساش تتابعنا. الكابتن خالد الغندور طلع في كام تصريح ورا بعض عجيب وغريب، بيتكلم فيه عن عبد الله السعيد عنده 40 سنة وما يدفعش فيه الفلوس دي كلها، وازاي عبد الله السعيد يقول كده. نسمع كده الكابتن خالد الغندور بيقول ايه. معلش مع احترامي الناس اللي تقول لك ايه ده عبد الله السعيد ده احسن لعيب كوره. احسن لعيب كوره فين؟ عبد الله لعيب كويس جدا كل حاجه. بس انت عايز تقول لي ان احسن لعيب كوره في الزمالك اللي عنده 40 سنه؟ يعني اللي عايز فرقه تشيله هو اللي هيشيل الفرقه؟ عبد الله السعيد على فكره مستواه كمان في النازل على فكره، وده طبيعي. عبد الله السعيد ايه يا جماعه؟ عبد الله السعيد لعيب جامد جدا، كان جامد جدا. لعيب كان بيعمل كل حاجه في الكوره. كان عبد الله السعيد عشان يكمل في السن ده وهو عنده 40 سنه عايز فرقه تشيله، عايز فرقه تشيله. وممكن يلعب نص ساعه تلت ساعه في الموسم الجديد. انا بكلمكم على الموسم الجديد كمان اللي هو عايز يجدد له بقى. فالناس تقول لك هنجدد لعبد الله سنه ولا سنتين؟ انتوا بتهزروا ولا إيه يا جماعه؟ هو عبد الله سعيد حارس مرمى مثلا هيلعب لحاجه و40؟ ده لعيب كوره نص ملعب، امكانيات وقدرات ولياقه بدنيه وتاكلينج وجري ومفاصل وباور وبيلعب ضد شباب عندهم 20 و22 23 سنه. ما يقدرش، دي سنه الحياه. ففكره ان عبد الله مجرد ان انت عايز تخليه يكمل فانت هتبقى جدع مع عبد الله، يبقى انت جدع كده مع عبد الله. فكره عبد الله عايز يعمل فلوس يروح بقى اي دوله عربيه مثلا. يعني ليبيا دلوقتي فيها منفتحه لفكره انه يجيبوا لعيبه ولعيبه كبيره واسامي كبيره ويروح يلعب في الدوري الليبي مثلا. لكن عبد الله السعيد يقعد يبقى الزمالك يدفع له 10 مليون يبقى 100 وعامل واجب مع عبد الله. يعني ما انا مش بقطع في عبد الله والله. عبد الله هو لعيب جيد، ما هو لعيب من الزمن الجميل، بس احنا ما بنلعبش في ماسبيرو زمان. ايه ده هو ازاي الكابتن خالد الغندور يتكلم عن عبد الله السعيد كده؟ هو مش ده برضه يا كابتن الصفقة المشطشطة اللي الزمالك ضرب بيها الأهلي على قفاه؟ هو مش ده عبد الله السعيد أسطورة الأهلي اللي انتوا خدتوه وضربتوا بيه الأهلي في مقتل؟ دلوقتي بقى الراجل عنده 40 سنة وبيلعب تلت ساعة ونص ساعة. دلوقتي بقى عبد الله السعيد محتاج فرقة تشيله. كل ده عشان قايل لكم عايز فلوسه. كل ده عشان الراجل مطلعينه السما، والزمالك ما فيهوش بطولات ولا اي بتنجان، وطالعين بالراجل السما وعاملينه النجم الاسطوري. طبيعي يقول لكم انا عايز 70 مليون عشان اجدد. شفت بقى؟ هو ده الزمالك لما اللعيب يبقى معاهم يقول لك النجم الاسطوري اللي مفيش زيه، واول ما اللعيب يقول لك انا عايز حقي يبقى زي ما انت شايف كده بالظبط.